مرحبا للجميع. سلام، طولة سلام. اليوم أريد أعلمكم في الدرس واحد عبارات هندي والبشتو مع بعض في وقت قليل، والفائدة كثير. يعني بالبشتو بيو غشي كارا هندي مساوين القصة في أفغانستان، تركيا، وبعد لحظات في الأردن والهند. فيلم هندي، لهذا السبب فيه عبارات بشتو، اللغة الأفغانية البشتونية، وفيها عربي أيضا قليل، كم عبارات، وفيها حتى عبارات تركي والمقاطع تركية وفي أفغانستان والهندي. لهذا السبب أحببته هذا الفيلم، ولو القصة بفائدة الهنود. هي قصة بنت للاستخبارات الهند تأتي إلى أفغانستان، ثم تجد هناك واحد تركي، أصله تركي وهو في أفغانستان يعمل، أو أمه من بنجاب، هند. قصة جميلة، يعني فيلم أنا حبيته لأن فيه كذا عبارات وكذا بلدان. لهذا السبب بعض مقاطع اللغة البشتو أنا أتيت لكم لكي تتعلموا منه عبارات بالطريقة. أنا عندي، حسب عندي أي طرق أسهل. أنا بفكرة عندي، لما أفكر أن هذه الطريقة سهلة جدا يمكن تتعلم. يعني كذا طرق أنا أحاول أقدم لكم الدروس في كذا طرق لكي أي طريقة تكون سهل عليكم تتعلموها. أول مقطع. सलमान और डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम बशीर स्टेड़ा मशे तासे वाले पे कतार के बोले आ रही देखो मलमानो ले पार दई आओ तासे को जुमुन जोर आ रही الدكتور صاحب بالبشتو معناها يعني سلامات يا دكتور. هو يقول له وعليكم السلام بشير، اسمه بشير، الشاب أفغاني. وعليكم السلام أي بشير. تاسو ولې قطار کې ولاړ یاست؟ دا خو مېلمنو لپاره دی. أنكم ليش واقفين في الصف؟ هذا للغريبين، لأجنبيين، للضيوف الأجنبيين. أو تاسو خو زمونږ زوړ یاست، أو زوړ یاست، أو تاسو خو زمونږ، يعني أنتم جايين لنا. يعني أنتم ليش لماذا واقفين في الصف؟ वो बखाए माफ कर उकड़ से जिम्मा लपारा बुला वो بخای زما پښتو د راخینه ده. سوري. تاسو چیرته روانه یاست؟ You know English? English, yes. I'm going to the main market. لا، سامحونا، هذا السيارة أنا مستأجرة. يعني أنا مستأجرة، يقصد أنت ليش لماذا فتي دخلتي؟ سامحونا، وبخي للجميع، كلمة جميلة للجميع. سامحونا، أنا البشتو عندي ليست قوية. ديرة خاندة يعني ليست جيدة جدا، تقصد يعني ليست قوية. سوري. تاسو چیرته روانه یاست؟ سوري كلمة إنجليزي. تاسو چيرتا روانة ياست، يعني لوين رايحين؟ إلى أين تذهبون؟ Do you know English؟ الشاب يرجع يسأل من بنت في الإنجليزي، يعني هل تعلمين إنجليزي؟ لأن هي قالت أنا لغة بشتو عندي ليست قوية. بنت قالت يس، يعني نعم.
الشاب قال في الإنجليزي I'm going to the main market. إنني ذاهب أو إني ذاهب إلى بازار المركز، بازار المركزي، بازار المركزي. مقطع ثالثة. बाजार तलाश है। شاب دخل، هذا الشاب التركي دخل في التاكسي وقال لأبو التاكسي السائق الشوفير بازار طولارسا. بازار طولارسا يعني أو بازار طولارشا يعني اذهب إلى البازار. أي مقطع الرابعة لا نعلم فاس بالعربي يتكلمون الأولاد. نفس الفيلم. هذا المقطع في الأردن. إذا كان هذا ليس هاتفك أخبرني هذا هاتف من؟ الهندية تتكلم عربي بالفيلم بهالمقطع. المقطع تمثل في الأردن يعني أنا لا أعلم، أنا لست متأكد إذا هي عن جد ذهبت إلى الأردن هنا في الفيلم أو لم تذهب، ولكن تمثل قصة الفيلم هكذا. نفس البنت التي كانت تتكلم بشتو. الآن في المقطع الجاي، في المقطع القادم تتكلم تركي كمان أيضا. هي اسمها المقطع الخامس تركية. देखो हमें क्या मिला है يعني هذه العبارة هندي، لغة هندي كي لا تفكرون كل شيء بشتو بشتو. أنا قلت لكم هذا الدرس تعلموا من فيه عبارات هندي وبشتو. देखो हमें क्या मिला है. خالد عمر تركي में छुपा है يعني خالد عمر متخبي بالتركية في التركية. بعدين ثم أنا معلوماتي لك يعني أهم أكثر من قبل. غازي عنتاب تركيا، سوريا بارر يعني حدود سوريا. أنا قلت لك المقصد الهدف أفغانستان البداية وليست النهاية يقول. सर यानी या सीधी मज़ार शरीफ में 2 महीने बाद एक निकाह हो रहे हैं يعني يا سيدي مزار شريف في مدينة في أفغانستان، في مزار الشريف بعد شهرين في نكاح في خطبة सादिया मंजूर और शहजाद के बीच में يعني शहजाद اسم الشاب أفغاني وسادية منظور اسم البنت تقول. أنا لم أسمع قبل هذا النوع، هذا اسم لم أسمع هذا اسم قبل هذا. هاسر فتح مقطع سابعة هاسر فتح. نعم يا سيدي أعلم ذلك. किलिस एयरबेस से एक कार्गो प्लेन तुम्हें अंकारा लेके जाएगा वहाँ से तुम इंडिया आओगी يعني من كلس واحدة طائرة ستأخذك، طائرة تبع الغراض يعني لا تأخذ المسافرين، تأخذ أشياء، تأخذك من كلس إلى أنقرة، من أنقرة تأتي إلى هنا إلى الهند. جاءت ساوت حالة أخت للمعلمة وتحجبت. الآن تركي يسألها الخارج neden buradasın? neden buradasın التركي neden buradasın يعني ليش، لماذا أنت هنا.
يجري كارديشيم إيدي الماشم ده المكباشور. هي تقول أنا أخت بالتركية كارديش، هم في اللغة التركية كارديش هم يقولون يستخدمون للأخ وللأخت الاثنان يعطون، ولكن لما تقول أختي تقول كز كارديش، أخت كز كارديش، وكارديش يعني شاب. إذا هي الآن تقول أنا أختي ليست يعني هي لا تحس جيدة بأنها جيدة، يعني هي مو منيحة، هي مرضانة لا تشعر بأنها جيدة. فلهذا السبب أنا محتاجة أن أخذ راتبها، لهذا السبب أنا قد أتيت إلى هنا. لسه هاتفك أخبرني هذا هاتف من؟ فأتمنى إن شاء الله أن تعلمت شيء من هذا الدرس، وإن شاء الله في المستقبل. أنا حاليا لم أرى هكذا في جميع اليوتيوب، أنا أحب يعني أنا أتابع هكذا قنوات، أنا أيضا أتعلم ليوم الموت، أنا سوف أتعلم أيضا إن شاء الله، ولكن أنا لم أرى واحد في نفس الوقت مثلا في 10-15 دقائق واحد يعلم لغتين أو 3 عبارات وهكذا. يعني أنا أتعب نفسي جدا لكي أعلمكم أي طريقة ما يمكنني أحسن وأسرع وأحدث من غير المعلمين أعلمكم. أي طريقة أظن أنه سوف يفيدكم وتتعلموا منها في السهولة أكثر، أنا أقدم لكم هكذا الدروس إن شاء الله. أتمنى أن تعلمتوا واستفدتوا. إذا أنت جديد فلا تنسى تتابع قناة تعلم مع قربان أفغان للمزيد، وإذا أنت معي قديم فيجب عليك أن تجيب لي أصدقائك أيضا وتشارك معهم. السلام عليكم.